السلام عليكم. في الوقت ده 2021 انا كنت بكانت، فالفيديو ده انا بعمله للناس اللي كانت حالتها زي في ثانويه عامه. في الوقت ده انا كنت تايه مش عارف انا هعمل ايه، في مواد كانت خلصت، في مواد كانت لسه ما خلصتش زي الرياضه انا مخلصها في 15/3. انا بتكلم بسرعه علشان انت وقتك اهم حاجه عندك، واهم حاجه لو انت مش عارفها في الفتره اللي جايه دي، فاهم حاجه في الفتره اللي جايه دي هي وقتك انت. ال4 شهور او ال5 شهور اللي جايين، انا عارف دلوقتي انت حاسس ان السنه بدأ بقالها كتير، بس صدقني السنه بتجري بسرعه. الوقت ده مش هيرجع تاني. ال4 شهور دول هم اغلى 5 شهور في حياتك، انت بتجني فيهم شغل 15 سنه 12 سنه تقريبا خلصوا. انا عارف ان الكلام ده بيتكرر، بس انت لو ما عرفتش معناه دلوقتي هتعرف معناه بعدين. هتعرف معناه لو انت ما دخلتش الكليه اللي انت كنت تحلم بيها، لو انت ما حققتش حلمك في الفرصه اللي كانت متاحه ليك انك تحقق حلمك. ال4 شهور دول كفايه جدا لو انت اجتهدت فيهم ان ربنا يكرمك وتدخل كليه احلامك وتبقى كويس جدا جدا في المجتمع وتبقى حد تنفع المجتمع ان شاء الله. فاسمع، فانا هقول لك شويه حاجات هتفرق معاك في ال4 شهور دول. اول حاجه، المواد اللي انت خلصتها في ال4 شهور دول ما تبداش تحل امتحانات فيهم قبل ما تراجع المواد. لو انت بدات تحل امتحانات قبل ما تراجع فيهم هتحس انك تايه. انا افتكر ان انا خلصت الكيمياء في الوقت ده، فجبت كتاب كده كان نازل تقريبا كان امتحانات وكده، امتحانات مجمعه وكده، فانا دخلت على الامتحانات على طول قبل ما ابدا اراجع. انا حرفيا كنت حاسس ان انا ضايع في الماده دي، مع ان بالعكس جدا لما رجعت لقيت ان انا بحل الامتحانات دي بسهوله جدا جدا. لما كنت بحل ومش عارف احل قبل ما اراجع كنت باخد طاقه سلبيه كده وحاسس ان انا مش لامم الماده ومش كويس في الماده وان انا ضعيف في الكيمياء، مع اني كنت مذاكرها كويس طول السنه وبجيب درجات حلوه في الامتحانات وكده. فاول حاجه لازم تراجع قبل ما تحل. تاني حاجه، ما تكتفيش بالمصدر اللي انت ماشي بيه طول السنه. لو انت معاك كتاب الامتحان طول السنه لازم تبص على المصدر تاني. امتحان 21 بتاعنا كان جاي من اكتر من مصدر، يعني ما كانش في مصدر واحد كده تقدر تقول الامتحان جاي منه. فانت لو انت مكتفي بكتاب الامتحان، صدقني لو انت مثلا مذاكر فيزياء كويس جدا من كتاب الامتحان وبتحل كل امتحاناتك ومخلص كل اسئله كتاب الامتحان، فبص على كتاب نيوتن، صدقني هتلاقي حاجات انت مش عارف حلها. فالحاجات دي ما تفوتهاش عشان لو جات لك في الامتحان ما تندمش. انت قدامك الفرصه انك تلم كل حاجه. مش هقول لك روح اشتري كتاب نيوتن، لا، انت اكيد عندك حد تعرفه معاك كتاب غير الكتاب اللي معاك، فليه ما تاخدش الكتاب منه تلم الحاجات اللي هي ناقصاك دي. كل ما حاجه انت هتلمها اكتر هتحس انك داخل بمعلومات اكتر، لامم الماده اكتر. لو جات لك حاجه افكار تانية، ولو انت حليت كتير هتعرف تفكر. لو انت حلل شويه صغيرين وجات لك فكره واحده انت ما شفتهاش فانت مش هتعرف تفكر، هتبقى حاسس انك محصور في فكره او فكرتين. لو الامتحان على فكره بيبقى اعتمد على التفكير، مش كل الامتحان هيجي انت شفته قبل كده. وخلي مقياسك للمذاكره وحل الامتحانات، خلي مقياسك هو امتحان 21 وامتحان 2022. الامتحانين دول هم فعلا اللي انت النظام ماشي عليهم دلوقتي، فانت حلهم ولازم تبقى عارف حلهم كويس جدا. وشوف الاسئله بقى اللي جايه على الريتم بتاعهم، يعني الاسئله اللي تلاقيها جايه من المريخ والمدرسين اللي بيفرضوا عضلات، انت بس هتاخد نيجاتيف انرجي من الموضوع، بس هتحس انك مش كويس في المواد بتاعتهم. المدرس اللي يجيب لك سؤال ويتحداك فيه ويقول لك فكر لي فيه بعدين، ما تفكرش في السؤال ده. انا بقول لك ممكن تفكر في حاله واحده، لو لقيت السؤال ده جه في امتحان 21 او 22 او جه في امتحان سابق قبل كده في ثانويه عامه ما جاش، صدقني ما تضيعش وقت ومجهود فيه. النقطه الثانيه اللي انا عايز اتكلم فيها، هتلاقي فيديوز كتير قوي تظهر لك في الفتره دي على اليوتيوب انك هيقول لك تبدا دلوقتي وهتجيب 105%. ده مش معقول. الفيديوهات دي كانت فعلا، بص، هي فيها بنج كاذب كده، يعني انت هتخلصها هيحسسك وانت بتسمع الفيديو انك مبسوط، وان هو يحسسك انك هتطلع الاول على الثانويه العامه. وهتلاقي مشاهدات كتير قوي على الفيديوهات دي عشان الناس دي بتكمل في الموضوع ده. يعني مثلا ممكن هو شهر واحد هيقول لك ابدا دلوقتي، او انا بدات دلوقتي وجبت 99% في ثانويه عامه. شهر 2 هينزل نفس الفيديو بنفس الصابنيل بتاعته، بس هيغير واحد هيخليه 2. بدات في شهر 2، طب انت كداب ليه؟ انت مش بدات واحد الشهر اللي فات؟ الناس دي ما تسمعلهاش. انت بدل ما تضيع وقتك للناس دي ضيع وقت، يعني استغل وقتك ده انك تسمع فيديو شرح مثلا اي حاجه في المنهج عندك، اي حاجه انت مش عارفها. يعني بدل ما تفتح اليوتيوب تروح ازاي اذاكر، لا، خش اسمع مذاكره على طول، اسمع فيديوهات ناس بتشرح. فصدقني وقتك اهم حاجه عندك في الفتره دي. برضو اهم حاجه انت تعملها لازم تقرب من ربنا. على فكره ربنا هو اللي هيكرمك، مش مدرس انت هتهتم بيه، لا، قرب من ربنا كويس جدا 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 وادعيه بالكليه اللي انت عايزها علشان هو اللي هيوفقك قبل اي حد. النقطه الثانيه المهمه جدا 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 انك ترتب يومك، وبعد كده ترتب اسبوعك، وبعد كده ترتب الشهر بتاعك. يعني مش فاهم، افترض دلوقتي انك في شهر 2 او في شهر 3، انت لازم تبقى عارف لما تصحى من النوم الصبح كده تبقى عارف انت هتخلص ايه النهارده، وبناء عليه تبقى عارف هتخلص ايه طول الاسبوع ده. يعني انت مثلا حاطط انك هتخلص طول الاسبوع شابتر 1 و2 و3،
تمام، 3 شباتر مثلا، فالنهارده انت هتخلص نص شابتر واحد، فانت على مدار الاسبوع لازم تحط لنفسك ترتب في الايام بتاعه الاسبوع انك تخلص التاسكات اللي انت عاملها تخلصها في الاسبوع دي، علشان ما تحسش انك ماشي تايه، وبناء عليه تبقى عارف انك في اخر الشهر لازم تبقى مخلص كذا وكذا وكذا وكذا، علشان تبدا تراجع بقى. اهم حاجه انك تبقى مرتب الحاجات بتاعتك، لازم تبقى مرتب يومك واسبوعك والشهر بتاعك علشان ما تبقاش تايه. كل ما ترتب وتكتب اللي انت هتعمله هتحس انك ماشي في الطريق الصح. وكده انا اقدر اقول ان انا قلت لكم الحاجات المهمه اللي انا كنت عايز اقولها. بس انا فعلا الفيديو ده مش محتاج منه فيوز، مش محتاج منه لايكس، ما تعملش اي حاجه علشان انا خايف عليك. انا بعمل الفيديو ده مش لكل الناس اللي في ثانويه عامه، في ناس عارفه كويس جدا في ثانويه عامه هي بتعمل ايه، فالناس دي ربنا يكون في عونها. انا بعمل الفيديو ده للناس اللي تايهه، اللي انا كنت واحد منهم، وبعد ما خلصت ثانويه عامه دلوقتي انا بقيت شايف الدنيا كويس، وشايف المرحله دي كويس، وشايف ثانويه عامه كده من فوق كده، اقدر اسردها لك واقدر اقول لك انا كنت فين وكنت غلطان في هنا وكنت بعمل ده صح هنا. ممكن الفيديوهات اللي جايه اللي انا اعملها لكم ان لو حد طلب مني ان انا اساعده انه يذاكر ماده معينه وواقع فيها ازاي او كده، انا كنت علم رياضه فاقدر افيدكم بس في موضوع علم الرياضه. لو حد احتاج مني اي حاجه آه، اكيد انا مش هتاخر عليكم. انا بحبكم والله وبتمنى لكم الخير، وبتمنى كل واحد يحقق حلمه، يدخل الكليه اللي بيحلم بيها وبس. السلام عليكم.